خطة للقط ولا سلمت للوطن نقطة. شلون يعني ضم وطننا خاف لا واحد يخنطه. صورة للمقتنصر صاير القتلى يطاع الجسر قطوا علينا وخاف ينقط العراق. الدول تبني ابراج واحنا فندق ما بينينا. طوبة مدري شلون نلعب علسة والملعب علينا. وحتى السيف سباقو. الله 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 وبسوق الغزل باعوا وبسوق الغزل باعوا. خلي يفوت الوزير الهب بطار البيروت. الوزير يخبرني هيدا الوزير للقط حسبالة حوت. خلي كازينو لبنان يوقف على رجله من يفوت. الوزير ليالي الأنس في بيروت. ليالي حمرا حمرا موت. ودود بنات بلون التوت. يبوسها وزير حوت مو كتكوت. يبوسها وزير حوت مو كتكوت. ام الجمال قاعدة ببغداد منتظرة وهو خر مري كل يوم في سفرة. خطي مصدقه يشتغل ولازم الوزارة لا شغل ولا دوام قضيها حب وغرام. لا شغل ولا دوام بس حبيات وغرام. حتى الحمار احترموه سووا له يا عالم ناصر. لبسوه بدله ورباط وباسمه سجلوا له حزن. انعدل حز دربه ومشى وانتم متيهين الدار. طبطرطرطه طبطاطه. الله ايش قد حلو، شوارع فارغة ماكو ازدحامات والناس كلها فرحانة كلها مبتسمة وتضحك. سيطرات ماكو بس عجبا اكو منطقة ملونة بنص العاصمة شو كلها ملتمة هناك. حواسم مثلا عجبا شكو. هاي المنطقة الخضراء ايش بيك مو كلهم عافوها وطلعوا. لا تشاقة ماكو حكومة يعني. الله ايش قد حلو. ما ادري ليش الحكومات لازم تكون موجوده بكل الدول. يعني ترى مو فد بندله ماكو حكومه. بزمن النياندرتال هم كانت اكو حكومه. نياندرتالي مسؤول ونياندرتالي مواطن. حزب النياندرتاليين الاحرار، الجبهه الوطنيه للنياندرتاليين الديمقراطيه. وتصير انتخابات وما يجيبون حبر يجيبون دم ديناصور. والحمايه مال المراكز الانتخابيه يجيبون نمر من هذا العصب بيتي ويحطوه بالباب. واللي ما ينتخب القائمة الفلانية راح يصير عصبي من الديناصور الكبير. صحيح اكو رجل حديدي بس بعدين مو هسه، هذا في زمن ما قبل الميلاد كانوا بعد ما مخترعين. شفناه بافلام كرتون واصلا مرة بالتاريخ انا قرأتها. صارت ازمة كلش قوية بين النياندرتاليين ومرة لزموا واحد نياندرتالي كان يريد يحط ديناصور مفخخ براس الكهف اللي يطبون منه الناس يتسوقون. والله ستر طلع هذا النياندرتالي تابع لحزب منافس لحزب النياندرتاليين مال السلطة. لذلك طلعوه على التلفزيون بذاك الوقت هم كان التلفزيون. اجى عليه رئيس احد الاحزاب السياسيين وانطاني فلوس وقال على مود نفشل العمليه الديمقراطيه ما قبل التاريخ. وانطاني 4 بيضات مال ديناصورات 3000 قبل الميلاد. واني اخذت اريد انفذ العمليه واني ندمان لان تعاونت وياه وفرحان لان ما فكر ديناصور المفخخ. تخيلوا ويانا ماكو حكومة بالعراق، ولا أحزاب ولا برلمان ولا مقرات أحزاب ولا إفادات ولا مواكب وطا ويو 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 ولا قوط ولا
صدق اني اطالب المسؤولين انه يلغون موضوع القاط والرباط. هسه انا اريد البس قاط ومستحي، هسه من البسه يقولوا لي صرت وياهم. هسه شلون؟ عندي عرس ولازم اروح له واريد البس قاط، حلوني يلا. لو ماكو حكومه وهالسوالف كلها ايش راح يصير؟ طبعا هي عده مسائل راح تصير. اول شيء واهم شيء راح يصير عندنا فائض بميزانيه الدوله، وبعد ماكو مقاولات كلاوات، ولا اكو حسابات مصرفيه معوزه كم فلس بسويسرا، ولا اكو ابن مسؤول يريد يجيب سياره جديده والبابا لازم يجيب له هاي السياره. الميزانيه راح تتوزع على الشعب وراح تكفيهم، احسن ما ياخذوش كم واحد. كل مواطن راح يصير عنده سياره جديده. مو بس ولد المسؤولين، وكل مواطن يصير عنده شاليه في فرنسا، اوقاط ورباط وجوارب قطن. اذا ماكو حكومه راح تقل نسبه الانهيارات العصبيه بين صفوف الشعب نتيجه لانخفاض نسبه او انعدام الوعود الكاذبه من قبل المسؤولين. سوف أوفر الخدمات لكل الشعب العراقي، وسوف أحافظ على الوحدة الوطنية. ما وخر، دافع فلوس لكل القنوات. وسوف أوفر بلاي ستيشن لكل مواطن عراقي. كافي كذب، كافي كذب، ما تروح اسولف موتونا، راح اموت، راح انجلط من الواقع. يا مرة حبات تضغط، يا مرة يا مرة. لك راح علينا صوت انتخابي. لحكوا يلا حبيبي، يلا قوم الله يسعدك على حكومه، وانت ما شاء الله لك مستقبل زاهر بالبرلمان، قم على البرلمان روح. واذا اختفت الحكومه راح يصير اتحاد بصفوف الشعب وانعدام الطائفيه، لان بعد ماكو هذا تابع المسؤول الفلاني وهذا تابع للمسؤول العلاني وكل من جماعته، وتنتهي النقاشات التنازعيه. ابو تحسين اضبط واحد، وش تريد تسوي سوي، واذا ما عجبك راسك بالحالة. شوف، انت واحد برازيلي واجنداتك معروفه، واكيد مدعوم من فنزويلا واليابان. ولك انت البرازيلي وانا وطني غصبا عنك. ليش تحركون؟ يلا صاحبي. خاطر صاحبنا. يعني هاي الهوسات اللي اجتنا بالاخير راح تختفي للابد، العالم ينسون هاي السوالف، بعدين راح نشهد استتباب الامن بشوارع العراق، لان ماكو هذا يريد ياخذ من عند السلطه اصلخونا فد 20 مفخخه، وهذاك يريد يوقعني بالاعلام، فجرون ايش كم بنايه، اقتلوا فلان، اعتقلوا علان، فجروا ايش كم بنايه، قتلوا فلان، اعتقلوا فلان، والميليشيات والجماعات المسلحه وهذول النماذج كلهم يختفون، لأن منين يجيبون فلوس بعد؟ دعم ماكو، يبطلون وكل من يرجع لشغلته، أو يرجعون منين ما اجوي، هاي بقت يمهم. وأحلى ما بالموضوع إذا ماكو حكومة، الشوارع راح يصير رفع حظر التجوال للأبد، لأن ماكو اجتماعات وقمم بعد، وماكو المسؤول يريد يفتر بالليل على جماعته، ولازم يسوون حظر تجوال حتى يروح على استقلال العراق وسيادته الحقيقية، لأن ماكو عناصر فيغا وعناصر زحل وعناصر الزهرة يريد يسيطرون على العراق. اكو شعب يريد يرتاح وها هي، ولا اكو كم واحد يجيبون الكتالوج مال اداره الدوله من هاي الكواكب. واذا راحت الحكومه راح تقل القصص الغريبه والاشاعات اللي هدفها الهاء الشعب عن ساحه التحرير. يقول لك راح تيجي عاصفه ترابيه كلش قويه، واللي ما حاط حنه على راسه يصير بيه شلل نصفي، ويمكن يذبوه بالحبس ماده 4 ارهاب. لا بشرفك اقول الحنه صايره غاليه هالايام، زين ما يصير شامبو، صابون رقي، كمون. لك لا ما يصير، لازم حنه، ومن مال ابو وداد. ابو وداد؟ ابو وداد يقولون جايب خوش كميه، ودير بالك يقولون اكو جاهل اجى للدنيا، واول ما اجى حكى، اول نطقهم قال عطوا حنه على روسكم، انتبهوا على الحنه، ووراها توكل. اني وياك، الجاهل اول ما اجى حكى، زين الجاهل عجب هذا كان جايب امريكا، ليش طلع يحكي عراقي؟ غير جاي بالعراق وامه وابوه عراقيين، هاي شبيك؟ خلي اروح ارحق روحي لا يصير عندك دجاج بالمخ، تريد شي؟ عجب لنا حنا وياك من ابو وداد، اخوي واخوي. ان شاء الله. حنا ليش مو صبغه ظافر احسن؟ مثل هاي القصص والاشاعات، يعني حنا ويقول اللي ما عنده مبرده راح يصير بيستكماتيزم، يعني حنا
زين عجبه باكر عقبه التاجر اذا جاب مبردات، يقول اللي ما عنده مبرده يصير باستكماتيزم. طبعا اهم شيء اذا ماكو حكومه راح تنحل مشكله الطاقه الكهربائيه وبكل سهوله، لان بعد ماكو هذا السياسي يريد هاي المقاوله مال الكهرباء وراح يفجر محطات نقل الطاقه وما ادري شنو، ولا اكو عده وزراء وكل شيء ما يسوون، بس يفتتحون محطات التحويل، ومحطات التحويل اساسا ما بيها كهرباء، او واحد يقلب بالدخل كله، ولا اكو واحد يقول لو تعطوني نسبه لو اقصر وايرات. اما بالنسبه للبطاله فراح تتعالج بكل سهوله، وراح تتوفر الوظائف لعامه الشعب، لان الوظائف كانت سابقا بس لاولاد واقرباء ومعارف المسؤولين. هسه اقرباء المسؤولين متفقين على انهم من حقهم يحصلون تعيينات، يعني بربكم ابن عم المسؤول لو واحد مخلص ماجستير، صحيح ابن عم المسؤول مو حيل يفتهم وشويه عنده صفنه بالمعدل، خاصه من يفكر هوايه ويوصل الموضوع للاختيار بين الزلاطه والجاجيك، بس ما يخالف ابن عم المسؤول. اكو ايضا اقرباء مرت المسؤول، بس اكثر المسؤولين عندهم ويا المرة الأولانية اكو 3 جوا العباء، هذن الثلاثة هم عندهن قرايب، وهم قرايبهن يريدون تعيين بالوزارات. حبيبي عيوني انت. خطية ابن خالك ماما يريد يتعين بدائرة الجقاير والتتن، ويعني هو خطية مكمل ثاني ابتدائي، وكان كلش قوي بالقراءة حتى يعرف يعد من 1 ل10 بلا ما يغلط. 1 ل10 وين نخليه؟ خليه معاون مدير عام، دللي حياتي. اي حبيبي بس يعني اكو مشكلة، يعني هو يداوم بالشرطة، يعني يصير يداوم بدائرتين. شنو دائرتين؟ 20 دائرة، هيك طاقة لازم نستغلها. مخلص ثاني ابتدائي شهادته مو قليلة، بعدين يقولون العراق ضيع ايش مبدعين ويروحون للخارج وما يظلون طاقات في البلد، هاي يعتبرين باكر متعين. الطم المشكلة هذن ال3 نسوان متغيرات باستمرار، يعني مو ثابتات حتى يتعينون قرايبهم وها هي، لا الموضوع صاير مثل ديلاب الهواء، تجي هاي السلة بيها 3 نسوان تعينوا قرايبهم، راحوا ذول 3 نسوان الله وفقهم، اجوا 3 جدد، والجدد هم عندهم قرايب وهم يدورون تعيين، وهكذا. حياتي عيوني انت. عندي طلب يمك وادري بيك ما راح تردني. تشلعين عيوني. بيبي ترى تتعين بوحدة من الوزارات. ليش لا شكو بيها؟ اي بس هي عمرها 85 سنة. ما شاء الله، الله يحفظها يا رب. بس أي مواطنة عراقية تحمل الجنسية العراقية من حقها أن تتعين. وأنت تدري هي يعني مرة كبيرة بهالعمر، ما تقدر تظل وحدها بالوزارة، يعني محتاجة أحفادها وأبنائها يكونون وياها. طبعا اعتيادي مرة كبيرة وبيج عمر يراد لها 4 5 وياها، يداروها يصعدوها ينزلوها يطوها الدواء مالتها، خلص هذا 4 5 عينهم وياها. بس حبيبي هم مو 4 و5. لا تشقد حياتي. 35 واحد وعايشين بنفس البيت وما يتفارقون. 35 خلص هذا اعتبريهم من باكر متعينين. ليش من باكر؟ اعتبريهم صار لهم 10 سنين متعينين. ليش ندوخهم ونجيبهم ونتعبهم؟ خلينا نطلعهم على التقاعد ونفضهم. لا حبيبي تسلم الله يخليك، يعني هم يصير ياخذون حق غيرهم، خليهم مبدئيا هسه يتعينون وبعدين اللي قدام يفكرون يكملون دراستهم. ما شاء الله ما مكملين دراسة، الحمد لله والشكر يا ربي، الحمد لله كفرة والطاقات عندنا. خلص هذا ودللي حياتك تأمرين أمر. هسه عرفنا ليش القرعة مال التعيينات كلش نزيهة. إذا ماكو حكومة ما راح نشوف الأسماء مال القرعة من بين 10,000 اسم بس اسمين مكتوبة بالورقة مثل ما صار بوحدة من القرع، لا راح تصير القرعة نزيهة وشفافة جدا. وشوفوا ايش قد راح يتعينون شباب، مليار إنسان راح يتعين بالعراق. وإذا ماكو حكومة العراقيين المغتربين راح يرجعون أرض الوطن نتيجة للأسباب السابقة، وهذول المغتربين نصهم علماء وأطباء ومهندسين وكل شيء وكلاشي، لذلك الوطن راح يصير يخبل. إلغاء مفوضية النزاهة ما لها داعي بعد، منو يحاسبون؟ قابل يحاسبون أبو تحسين لأن حط ليه زايدة بشيش التكة مالته، لو يحاسبون أبو وداد لأن صغر الصمونة الحجرية. وبعدين أقوى شيء يصير عندنا حكومة البيت اللي هي موزعة كالتالي: الأب منصب وزير المالية، الأم وزارة الداخلية، الابن الأكبر وزارة النقل والمواصلات، البنت الكبرى مستشارة وزير المالية، بقية الأخوة مواطنين مظلومين.
اخر العنقود مخابرات يودي اسرار ويكتب تقارير، وها هي لا برلمان ولا هوست الحكومه ولا الرئاسات الثلاث. الله ايش قد حلو هيك، والله خلوه هيك كلش حلو. زين اذا ماكو حكومه ايش راح نسوي؟ راح نجيب مسؤولين محترفين من اليابان مثلا، بس من نجيب مسؤولين من اليابان لازم من نوقع العقد وياهم، ما نخليهم يبنون ناطحات سحاب. اعلى عماره يسووها لازم طابقين بحيث من تشمر من فوقاها بس تتكسر ما تموت، يعني مو دم، لا دم لأن هذول اليابانيين وهي أول مشكلة فساد إداري ونزاعات سياسية راح يشمرون نفسهم من فوق ناطحة السحاب وينتحرون، أو يلزم السيف هذا اللي هم عندهم حساسية عالية من موضوع الفساد وما يتحمل تطلع عليه همسة. اتركوا المسؤولين اليابانيين. خلينا نجي نقارن بين راتب الوزير العراقي وراتب ميسي. ليش راتب الوزير العراقي أعلى من راتب ميسي؟ مع العلم هم عندهم مهارات مشتركة. العدالة وين؟ غير اثنيناتهم بنفس الراتب. مثلا مهارة المراوغة، ميسي يراوغ لواعيب، والمسؤول العراقي أيضا عنده مهارة مراوغة، يراوغ الشركات إلى أن يتوصل إلى الصفقة اللي يريدها، وأيضا يراوغ الشعب من يطلع يصرح بوسائل الإعلام. من المهارات المشتركة أيضا صناعة الفرص للأهداف والمكاسب. ميسي يريد يحقق هدف بالشبكة مال الخصم، والمسؤول يريد يحقق أهداف مو هدف واحد. هاتريك، رصيد بسويسرا طاق، بيوت بكل دول العالم، هواية أهداف لا تعد ولا تحصى. زين أسألكم سؤال، منو راتبه أكثر؟ المسؤول الحكومي لو ميسي؟ مع العلم ميسي يمتع الجمهور والجماعة ما يمتعونه بتاتا، بالعكس يرفعون عندنا نسبة الكوليسترول بالدم. إذا ماكو حكومة الناس شو يقومون يحجون بالقهاوي والكيات؟ ما يظل موضوع على شنو يحجون وعلى منو يحجون. لا 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 لا، هاي مو وضعية ترى، طقت رواحتنا. ايش بيك حبيبي شكو؟ ايش مدريني يشوفونا موضوع نسولف بيه، مو طقت مرارتنا. يابا احنا وياك ايش تريد تسولف سولف، احنا قاعدين. ما اعرف، اني اريد احكي بعد ما اتحمل. شو رايك نحكي كهرباء؟ يا كهرباء اقول له ما بقت مواضيع نسولف بيها. عمي رجعونا الحكومة، خل نحكي بيهم كنا متونسين. خالة شكو شو هالحكي تحكيلي، اي اي فدوى رحت لي جداد بالله احكيلي، اي خالة شكو شنو الخبر تحكيلي. هلا ايوه والله شكو شنو الخبر تحكيلي. مو يكلفنا البرلمان 17 مليون و600 ألف برميل نفط لو ماكو حكومة. نجيب بهاي الفلوس فريق برشلونة وريال مدريد ومانشستر ونبني 10 مدن رياضية أحسن من مال البصرة، ونسوي فريق من السياسيين الحاليين الموجودين اللي راح نعزلهم عن الحكم ونخلي ميسي ورونالدو يلعبون بيهم طوبة. كات يلا حبيبي، خلصت الحلقة، يلا اطلع برا. ايه انت يلا. بطاطا ويقطون بينا كل من عنده قطة، نلقط ولا سلمت للوطن نقطة. شلون يعني ضم وطننا خاف لا واحد يخنطه. صورة للمقتاصر صاير القطنا يطاع، الجسر قطوا علينا وخاف ينقط العراق. الدول تبني ابراج واحنا فندق ما بنينا، طوبة مدري شلون نلعب علسة والملعب علينا، وحتى السيف سباقو. الله 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 وبسوق الغزل باعوا وبسوق الغزل باعوا. خلي يفوت خلي يفوت الوزير الهب نار البيروت، الوزير يخبرني هيدا الوزير للقط حسبالك حوت، خلي كازينو لبنان يوقف على رجله من يفوت. الوزير
لازم الوزارة لا شغل ولا دوام قضيها حب وغرام، لا شغل ولا دوام بس حبيات وغرام. حتى الحمار